خرج الإعلام الجزائري من جديد ويثير الجدل مرة أخرى بعد إقدام برنامج رياضي من المفروض أن يهتم بالأمور الكروية والرياضية فقط بالتكلم عن القضية الفلسطينية. ولكن المشكلة ليست هنا، بل بقيام هذا البرنامج الرياضي الجزائري بمهاجمة المغرب بشكل غير مباشر على أنه دولة لم تساعد غزة ودولة مطبعة. لكن ما نسيه الإعلام الجزائري أن المغرب كان السباق لإيجاد حل سلمي في فلسطين ويضمن للشعب الفلسطيني حريته، وأكمل مقدم البرنامج الرياضي تفاخره بكون الجزائر هي الدولة الوحيدة التي ساعدت غزة الإمدادات، متناسيا ما قدمته مصر وقطر والمغرب، على عكس الجزائر التي التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا، خاصة بسبب التصريحات القوية التي دائما يخرج بها الرئيس الجزائري بخصوص القضية الفلسطينية، وأنه يتكفل بها شخصيا ويتابعها بنفسه، ومما يدل على أنها مجرد تصريحات وكلام في الصحافة لا غير، وهو ما جعل هذه الحلقة من هذا البرنامج الرياضي خيبة أمل كبيرة للمتابعين ومحط سخرية كبيرة. ولكن على أي حال كل هذا يبقى مناوشات إعلامية. نتمنى أن تصلح الأمة من نفسها ونتفادى هذه الأفعال